واخيرا لقيت تين شوك يا جدعان في امريكا، بجد كان نفسي فيه جدا. بصوا بكام؟ دولار 99 سنت للباوند. وطبعا ايه، انا قلت لجوزي لا انا مش عارف انقيه بنفسي، كان في طبعا صوف الفيديو بس مش عارفه راح فين. المهم الفيديو كان مسخره جدا، قلت له خد الكيس ده يا معلم ويلا نقلنا انت بقى، انت راجل البيت ودي مسؤوليتك ولازم تنقيه تين شوك. انا ما صدقت اصلا لقيته. المهم احنا كنا محتارين، شايفين اللي هو الالوان زي ما انتم شايفين كده، اللي هو البربل ده اللي هو الموف شويه، والاصفر فاخضر ده، فمش عارفين اني الاحسن واني طعمه احلى، محتارين بقى رايحين جايين زي ما انتم شايفين كده. المهم قلت له هات لي ديت، وراح جابها لي. طبعا يعني بقى ماسك الكيس بينقي بيه ورحت هناك برضو في السبت التاني اللي جنبه ده، عماله اشوف كده ايه انهي نوع انا عايزاه، يعني عماله انقي بقى اللي انا ايه بقول لكم نفسي فيه جدا يعني. المهم بقى تعالوا نشوف هيطلع في الاخر عامل. وهي اللحظه الحاسمه، وابو حميد بيقطع التين الشوكي. يا ابو حميد الله اكبر يا ابو محمد. ايوه بقى، بصوا يا جماعه التين اهو، ابو حميد لسه بيقشر. بس بقول لكم طعمه مختلف شويه عن بتاع مصر، يعني تحسه غليظ شويه ومش مسكر قوي زي بتاع مصر، بس حلو يعني معقول.